About شاري بيبدأ معانا بواحدة اسمها أنجلينا وبتكون شغالة في مغسلة هدوم، لكن واضح جدا إنها مش حابة شغلها ومش طايقة نفسها، وبتتكلم إنها عايزة تسيب الشغل. بعدها بتروح بيتها وبنشوف إنها بتخلي بالها من مامتها اللي بنعرف إنها مدمنة وعلى طول تعبانة، وفي واحد معاهم اسمه بول وده صاحب مامتها، وبيكون قاعد يزعق على اللي بيحصل وبيتعصب، وبتحاول أنجلينا تهديه وتبعده عن مامتها. بعدين بتنزل لأندرو وده أقرب صاحب ليها وبيوصلها عند حبيبها اللي بيكون بيعزف جيتار، وبعد ما بيخلص عزف بيقعدوا يتكلموا شوية مع بعض. بعدين بياخدها معاه البيت وبيدخلوا في علاقة، وتاني يوم الصبح بيتكلم حبيبها معاها انه شايف انها ممكن تكون موديل لملابس داخليه وتتصور عند واحد صاحبه وتكسب فلوس بدل ما هي قاعده كده راجل يالا. فبتستغرب انجلينا الاول من الموضوع وتقول له انها هتفكر لانها محتاجه فلوس فعلا، بس بتقوم بسرعه تلبس وبتمشي من المكان وبترجع بيتها وبتلاقي اختها بتتفرج على التلفزيون فبتقفله، لكنها بتفتحه تاني عشان اختها بتصعب عليها، وبتدخل المطبخ تشوف اي حاجه ممكن تطبخها ومش بتلاقي حاجه ممكن تتعمل لانه واضح انهم فقراء جدا. بعدين بتلاقي اكل قديم فبتسخنه، وبيرجع بول من بره وبيشرب كتير، وبتكون انجلينا نايمه وبيفضل يبص عليها من بعيد، وطبعا هي حاسه بالقرف اللي بيعمله ده. وتاني يوم الصبح بتروح انجلينا الاستوديو اللي صاحبها قال لها عليه وبتسال على صاحبه، وبتقول له انها هنا عشان التصوير، وبتقابل فون وبيقول لها ان بابي بيتكلم عنها كتير وعن قد ايه هي جميله والتصوير هيكون مناسب ليها، وبيتكلموا عن الفلوس اللي هتاخدها من التصوير للملابس الداخليه. فبتطلب منه دفعه مقدمه عشان محتاجه تشتري شويه حاجات للبيت، وطبعا فون بيوافق على كل طلباتها، وبتبدا اول جلسه تصوير ليها، وبيجي بابي حبيبها عشان يشجعها وواضح قد ايه هو فخور بيها. ولكن بعد التصوير بيروح يوصلها البيت، والغريب انه بيطلب منها ما تروحش تصور تاني عند فون عشان حاسس ان الموضوع غلط. لكن بعد ايه بقى هي بتقول له لا، وانها هتروح عشان محتاجه الفلوس، وانه مبلغ عمرها ما هتاخده في شغلها في المغسله اللي هي شغاله فيها. بعدها بتروح تقابل اندرو وبتحكي له على كل حاجه وعلى جلسه التصوير، وبتطلب منه يسافر معاها عشان شغل. وتاني يوم بتقول لمامتها ومامتها بتكون مبسوطه منها جدا. بعدها بتسافر مع اندرو وبيوصلوا البيت اللي هيقعدوا فيه، وبيقابل واحد اسمه باكو وبيوريهم المكان، وبنعرف انه شريكهم في السكن، وبيحضن انجلينا عشان بيرحب بيهم. وبالليل بتتصل مامتها عشان تطمن عليهم، وبتكون مامتها زعلانه منها عشان سافرت وسايبه البيت وسايبه اختها وسايبه المواعين، وحتى اختها مش عايزه تكلمها. فبتحس انجلينا بالذنب والمسؤوليه وبتبدا تعيط، وبيقفلوا المكالمه، وباكو بيكون مندمج في اللعب مع اندرو وسايبين انجلينا بتعيط جوه. لكن اندرو اول ما بيشوفها كده بيجري يحضنها ويواسيها. وبتروح بعدها شغل جديد وبيكون انها جرسونه في مالها ليل كبير، وباين هناك الزباين شكلهم عامل ازاي وعايزين ايه، وبيجي واحد اسمه فرانسيس وبيديها بقشيش كبير، فبتفرح وخلاص من غير ما تكون عارفه نيته الحقيقيه ايه، غلبانه بقى على نيتها. بعدين بتروح تحكي لواحده معاهم في الشغل عن الزبون ده وعن البقشيش، فبتقول لها البنت طيب لو عايزه فلوس اكتر انت ممكن تشتغلي رقاصه في المكان، احسن بكتير من انك تبقي مجرد جرسونه، وانها جميله ولازم تستغل الحوار ده. بس بتتكسف انجلينا وبتقول لها لا ايه الهبل ده. فبتقول لها البنت طيب خلاص في واحد ممكن يصورك بفلوس كتير برضه ويكون باليوم. وبنشوف باكو واندرو هم خارجين مع بعض وبيشوفوا المدينه وبيدخلوا مالها وبيفضلوا يرقصوا وبيتبسطوا. بعدها بيقوم فرانسيس يتكلم مع انجلينا وبيقول لها انه اسف عشان اللي صاحبه كان بيعمله طول الليل مع البنات. وبيرجع باكو واندرو البيت وبنشوف قد ايه هم منسجمين في الطريق ومبسوطين مع بعض. ولما بيرجعوا البيت بتكون انجلينا نايمه، وبيروح اندرو يصحيها عشان يحكي لها عن يومه، وبتقعد تضحك معاه. وتاني يوم بتكون انجلينا قاعده لوحدها وبتفتكر موضوع التصوير اللي صاحبتها قالت عليه، وبتتخيل انها في جلسه تصوير. وهنا بتقرر انها تروح ومش مهم بقى اللي يحصل يحصل، وبتوصل للاستوديو وبتعرف ان المكان مش صور لكنه افلام مش كويسه. وبتشرح لها البنت اللي شغاله في المكان طبيعه الشغل، وبتسالها هي ليه عايزه تشتغل في المكان ده او في المجال ده، وبترد انها بتحب تعيش حاجات جديده وتجرب. وبتشرح لها الادوار اللي ممكن تقوم بيها معاهم في التمثيل، ولو بتحب الولاد ولا البنات ولا جايه في اي حاجه، وبتحاول تفهم شخصيتها اكتر وبتسالها حاجات شخصيه. بعدين بتقول لها ان في اختبار لازم تعمله الاول، والاختبار ده بيكون عملي. وبتبدا انجلينا تحط ميك اب، وفي بنات غيرها كتير في نفس المكان وواضح ان كلهم جايين لنفس الحاجه، وبتكون متوتره جدا من اللي بيحصل. لكن بعد ما بتتعرف على شويه من البنات اللي قاعدين كده بتبدا تهدى وبتكون عارفه تتاقلم على الوضع. بعدها بتلبس لبس معين وبتروح تصور فيديو تجريبي عشان بس يشوفوا ادائها، وبيقرروا انهم هيدوها اسم شاري عشان يكون اسم اسهل ان الجمهور يفتكروا بيها. وبتبدا المخرجه تتكلم معاها وبتشجعها انها تبقى الدور الرئيسي في التصوير ده. وبعد ما بيخلصوا بتروح المخرجه تقول لها قد ايه هي جميله وموهوبه وانها نفسها يشتغلوا مع بعض تاني، ومش عارف ليه بس شكل المخرجه دي كده مش تمام. وبالليل بتروح انجلينا لمالها وبتكون قاعده تشرب، وبيجي فرانسيس يقول لها انه عايز مشروب معين، فبتهزقه انجلينا بالطريقه كده، ولكنه لسبب ما بيفرح وبيشرب المشروب. وبيقعدوا يتكلموا وبيخرجوا، وبيطلب منها يخرجوا مع بعض تاني لكن كاتنين مع بعض مش مجرد زبون في المكان، وبتوافق. وبنروح لها وهي في البيت وبتجهز نفسها عشان تخرج، واندرو بيكون زعلان منها عشان كانوا متفقين يروحوا يشوفوا فيلم مع بعض، ولكنها بتطنشه كده وعشان واضح جدا قد ايه الخروج مع فرانسيس اهم بكتير. وبتودع باكو واندرو وبتروح تقابل فرانسيس في حفله، بيكونوا هما الاثنين لابسين شيك جدا، والحفله بتكون في معرض فني، وبتكون مامته موجوده وبيعرفها على انجلينا، وبيبان على انجلينا قد ايه هي فرحانه من طريقته معاها، وبياخدها يفرجها على لوحه لوحدهم، وبيكون محضر شويه مخدرات كده لزوم القعده عشان يشربوها مع بعض. بعدين بيطلعوا فوق السطح عشان يفرجها على المدينه بالليل، وبيبص لها وبيتكلم بطريقه رومانسيه معاها. ولحد دلوقتي هي لسه ما جابتش سيره عن شغلها الحقيقي. اول
التصوير اللي بتعمله، وبعد شويه بيقربوا من بعض، وواضح ان هما الاتنين معجبين ببعض جدا. وتاني يوم بعد شغلها بتروح تقعد مع اندرو وبتحكي له عن الليله اللي قضيتها مع فرانسيس، وقد ايه هو شخص جميل وبيعملها بلطف. وبيرد اندرو من ورا قلبه انه مبسوط عشان هي مبسوطه. وبتروح بعدها شغلها في التصوير، وبيكون فيلم النهارده مع بنت تانية. وبعدها بتقعد المخرجه تتفرج على صورها في الخباثه، وبتدخل عليها مراتها. وهنا بنتاكد من ميول المخرجه القذره، وبتقعد هي والست اللي هي مراتها دي ياكلوا ويشربوا مع بعض وبيتكلموا عن حياتهم. وبعدين بنروح بنلاقي انجلينا قاعده مع صاحبتها، واما بتشوفها وتحس انها معجبه بيها بتتضايق، وبتتخانق المخرجه مع مراتها عشان بتكون شاكه انها بتخونها معاها، وكمان بسبب الصور بتاعتها اللي على طول بتتفرج عليها. ده ايه القرف اللي انتوا فيه ده؟ وبعدها بتكون المخرجه دايما شايله الهم ومش عارفه تركز في شغلها، وكل حاجه بتبوظ منها بسبب النكد اللي في البيت طبعا. وفي يوم بترجع انجلينا البيت وبتلاقي مامتها واختها قاعدين مع باكو، ومش بترضى انجلينا تسلم عليهم بسبب شكلها، فبتدخل بسرعه تغسل وشها عشان تنزل تفسح اهلها، وحتى بتعرفها على فرانسيس، وبيقعدوا في مطعم وبيستنوه كتير جدا. فبتضطر انجلينا تكذب وتقول ان عنده ظروف ومش هيعرف يجي، وبيكملوا اكل وكلام عادي جدا. وبيرجعوا البيت وبتتكلم انجلينا مع مامتها عن اختها، لانها على طول ساكته ومش بتتكلم مع اي حد، وهي قلقانه عليها. بترد مامتها ان اختها تعبانه، لكن هم مش عارفين يودوها للدكتور يا حرام عشان معهمش فلوس. وهنا بتتحمس انجلينا وبتقول لها هي اللي هتدفع الفلوس لاختها، ومش مهم اي حاجه غير ان اختها تكون كويسه. وبيكون عندها تصوير لكن بسبب اهلها بتتاخر عليه، وبتروح تفضل تعتذر للمخرجه، لكن المخرجه بتقول لها لا طبعا يا حبيبتي ولا يهمك، انت تعملي اللي انت عايزاه. وبتنزل من شغلها وفجاه بتلاقي فرانسيس واقف مستنيها ومعاه ورد، وبيبدا يعتذر لها عشان ما عرفش يجي يقابل اهلها، وبتسامحه على طول عشان هو بس اهتم انه يعتذر اساسا. وبتشرح انها كانت خايفه انه يكون مش بيحبها. بعدها بترجع بيتها بتلاقي مامتها بتجهز شنطتها عشان تمشي، وبتقعد انجلينا تتكلم مع اختها شويه، وبتعرف منها انها في الحقيقه كويسه جدا ومش محتاجه تروح لاي دكتور ولا حاجه، لكن مامتها هي اللي خلتها تكذب عشان يعرفوا ياخدوا فلوس من انجلينا. وبالرغم من ان مامتها عارفه هي بتشتغل ايه، لكن لما انجلينا بتعرف الحقيقه بتقرر مامتها تقلب الترابيزه عليها، وبتقول لها انها مش قابله شغلها وانها مش محترمه، وبتمشي وبتسيبها، بس بتاخد الفلوس عادي طبعا. بعدها بنشوف المخرجه وهي رايحه حفله لمراتها، وبيبداوا يتخانقوا جدا، لكن بعدها بيدخلوا مكان لوحدهم وبيتصالحوا. وبيتفسح اندرو وانجلينا مع بعض وبيقعدوا يتكلموا شويه، وبيبدا اخيرا اندرو يتكلم معاها في ان هي بتعمله ده غلط، وانه معارض لشغلها، انت متاخر قوي، وانه شايف انها تستاهل حاجه احسن. وبيروح فرانسيس يحاول يتكلم مع واحد عشان يشتري منه مخدرات، لكنه بيضربه. وبعدها بتروح انجلينا تجهز عشان عندها تصوير، والمره دي مختلفه عشان ده اول فيلم ليها مع راجل، مختلفه فعلا. وبعد الشغل الغريب ده بيجي فرانسيس يوصلها، وبتشوف على وشه اثار الضرب وبتخاف جدا، فبتساله ماله، وبيفتح الموضوع تاني بتاع انها شغاله في الافلام السيكو سيكو دي وانه متضايق منها جدا، وبيعبر عن قرفه منها. فبتبدا تعيط جدا عشان مش فاهمه ايه اللي اتغير فجاه، وكمان عشان هي من جواها اكيد مش مبسوطه بشغلها ده، وبسبب مشاكلهم وهو سايق بيعملوا حادثه، وبتيجي الشرطه على طول. ولكن انجلينا بتخرج سليمه، متعوره بس شويه حاجات بسيطه كده. بعدها بترجع البيت وبتقفش اندرو وهو بيتفرج على الفيلم الجديد بتاعها، وبتقرف منه وبتقول له احنا كده لازم بقى نبطل ننام في نفس الاوضه، وهي متعصبه وبتعيط الله على اخلاقك العاليه. وبيفضل يزعق هو كمان، وبيقول لها انه بيحبها، وهي عمرها ما اهتمت لده. وبيقول لها اشمعنى انا يعني، ما كل الناس بتشوفك عريانه، هي جت عليا انا كمان عايز اشوف. فبتساله لو بيحبها بجد ولا لا، ومش بيرد عليها وبيفضل باصص لها. فبتسيبه وبتروح تقابل المخرجه، وبيقعدوا يتكلموا عن حياتهم والحاجات اللي مضايقاهم، وبيشربوا كتير. وهنا بيحصل اللي المخرجه كانت هتموت ويحصل من الاول، وبيقربوا من بعض وبيرجعوا البيت مع بعض وبيكملوا. بعدها بتقرر انجلينا تحترم نفسها بقى وتتعلم الاخراج والتصوير، وتبدا تشتغل شغلانه شريفه، وبتعيش هي والمخرجه مع بعض. يا سلام على الشرف. واخيرا بيخلص فيلمنا هنا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتقولوا لنا رايكم في الكومنتات، وكمان ما تنسوش تخشوا تشوفوا الفيديوهات القديمه.